يا هلال تحكي عنك أجيال أجيال، عشق تنامى من سنين الطفولة. يبقى الهلال ذوق في كل الأحوال، من مستوى ذوقه تحدد ميوله ميوله. يا هلال تحكي عنك أجيال أجيال. وهلا بي يا عيال، واخباركم؟ وش مسوين؟ وش دنياكم؟ وش جديدكم؟ لو سمحتم يا شباب، الازعاج لو سمحتم يا شباب، لو سمحتم ابي اصور يا شباب، لا تلعبون. ابي اصور تصويري يا اخي. طيب ملعب خلاص انا بخليكم واسمح لكم، رجاء بصور. المهم ترى امزح يا شباب. الهلال ضد الاهلي الاماراتي، المباراة جدا قوية، فانا قررت اني اروح لنادي الهلال واوصي بعض اللاعبين اللي بيلعبون في المباراة، بخصوص مشجعين النصر، الاتحاد، الشباب، الباقي الافرقة. يا اخوان ايش فيكم على بعض؟ في حكمة تقول انا واخوي على ولد عمي، وانا وولد عمي على الغريب. صح لساني. اللي هو الكابتن ابو عبد العزيز او ياسر القحطاني. انا ابو عبد العزيز، كيف الحال؟ كيف الحال؟ عساك بخير. عاد المباراة الجاية نبيكم تفوزون ان شاء الله، ما نبي تعادل. واللاعب الثاني اللي هو ياسر الشهراني، الكل يعرفه، ما ظننت في احد ما يعرفه. نتكلم شيء عن المباراة شوي. ومعنا الكابتن ياسر الشهراني. عاد الانطلاقات كلها عندك والعرضيات بعد يقولون عندك. المباراة الجاية نبيك تضربنا ان شاء الله. اوعد جمهورك ان شاء الله ان شاء الله. وعاد يومني في النادي لقيت اللاعب سلمان الفرج، وطبعا تعرفون ان يده من كسره، فالحمد لله على سلامتك يا سلمان وما تشوف شر. طبعا معنا الكابتن سلمان الفرج، عاد بنبدأ في المباراة، بس ان شاء الله باقي اللاعبين مو مقصرين معنا. الحمد لله على السلامة. وعاد لقينا حارس الهلال اللي الحمد لله متصدي لأكثر الكور في المباريات، اللي هو الحارس خالد شرحيلي. ومعنا الكابتن خالد شرحيلي. عاد انا وصيت الجحفري ما نبي نشوف ولا هدف ان شاء الله. ان شاء الله انت ما انت مقصر باذن الله، دعواتكم معنا ان شاء الله. عاد كسرهم خلاص من هنا التكسير. وقابلنا انسان في قمة التواضع يوم شفته وكذا، يعني كأنه يعرفني من 10 سنين وانا اول مرة قابله في الحياة، عرفت؟ الله يعطيك العافية. ما ذكرت اللاعب تاعك. هو اللاعب محمد الشلهوب، مو بنت. يا الله. طبعا معنا الكابتن محمد الشلهوب، معروف ما يحتاج تعرف. عاد شكلك مستعد. وين؟ الله يحييك. الله يسلمك. وش توقعاتك للمباراة الجاية؟ ان شاء الله باذن الله دعواتكم ان شاء الله. ترضى بالتعادل ولا تكون فوز؟ التعادل الايجابي اللي بيأهلنا نرضى فيه. لا نبي الفوز ان شاء الله. انت جمهورك ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. عاد اخر شيء انتبه مني. ليش دعوة؟ راعي مقارب. مالي في المجال. قابلنا اللاعب جحفلي. وهلا بي يا عيال، اخيرا لقينا الجحفلي. عاد لو اوصيك في المباراة، كل الناس يقولون نبي ننسى اللاعب احمد خليل مهاجم الامارات، ما نبي نشوفه. عاد لو اوصيك ها نبي الفوز. شكرا. يعطيك العافية. طبعا صوتي خرب. تبدا اقابل الكابتن كابتن الهلال فهد فرج. يا مرحبا والله. السلام عليكم. طبعا بالنسبه فيك تتابعني بس ما اعرف. والله ما عندي لا. انا والله غير متابع، انا متابع زين. وصلنا لنهاية المقطع، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، ويا رب فوز الهلال يا رب. والإخوان الإماراتيين إن شاء الله ما يزعلون من الموضوع هذا أو زي كذا، يعني كلها كورة واللعب فوز وخسارة. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، حساباتي في الانستغرام والسناب شات بحطها لكم هنا وبتلقونها بعد في الوصف. تكفون كلكم روحوا الوصف اللي هو تحت الفيديو
والكومنت واللايك لا تنسونا، واشترك في القناة إذا ما أنت مشترك. انشروا المقطع، خلوا الناس تشوف التوصيات، خلوا الناس تتحمس للمباراة. ويعطيك ألف عافية. وبالتوفيق له